عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم جيده. اليوم ان شاء الله جيت معكم نشارك معكم لاطارد ديالي ديال المونك. لاطارد كما كتشوفوا العجينه راه دائما كنكون صايباها دايرها في الثلاجه. راني عجنتها ديجا ودرتها في الثلاجه. المهم راني مشاركاها معكم شحال من مره في فيديوهات ديالي. اللي ما عقلش يرجع الفيديوهات وراه غادي يشوف طريقه العجينه ديالي. الاختلاف اللي كاين اليوم هو بالمونك. غنصايبها لكم بالمونك ونزينوها بالمونك على بركه الله. كناخذ المونك نديرو في المولينكس ديالي خلاط كهربائي. كناخذ 4 المعالق ديال المايزينا. هنايا عندي 4 المعالق ديال سنيده. هنا عندي 2 بيضات. البيضات كنديرهم كاملين الصفر والبيض. هنا عندي نص لتر ديال الحليب. انا غناخذ غير شويه هنايا وكنطحن باش كيتطحن ليا المونغ مزيان، ما كيبقاش محبب. قد ما زدتي السائل بزاف تيبقى محبب. ديري غير شويه ديال الحليب باش تطحنيه كيبقى كيولي كريمي. ايوا دابا كما كتشوفوا البنات الخليط ديالي ها هو تطحن مزيان. كنديرو في كاسرونه وكنشعل عليه البوطه مهيله البنات صافي، وكنبقى كنحرك البوطه مهيله البنات كما كنقول لكم دائما صافي. وكتبقاي تحركي هكا حتى كيبدا كيتقال لك الخليط ديالك. يعني كتقال البنات الكريمه ديالنا عاد كنطفيو عليها باش كنعمروا العجينه ديالنا لاطارد ديالنا. بقاي تحركي البنات الا ما حركتوهاش راه كتلصق في الكاسرونه. دابا البنات هانتوما كندير العجينه ديالي في المول ديالي بما عقات لينا لا كريم ديالنا باش كنعمروها هكا. كتبقاي تقرصي فيها تلقيها وطلعيها مع الجناب. طلعي الجناب ديالها هكا باش كديري فيها الكريمه كتبقى شاده. انا كما كتشوفوا البنات راه مولفه كندير المولات صغيورين، ولكن اليوم درت لكم هذا المول كبير. نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروا دوك المولات اللي مولفه تندير صغيورين مزيان كتاكلي منهم وتخبي منهم. دائما ديريهم في الثلاجه راه كيبقاو في الفريغو، ما كتبقاي تستافدي منهم. دائما كتجبديهم وكديريهم في الفران. ايوا ها حنا البنات من بعد ما الكريمه ديالنا وجدات كناخذوا. شوفوا الطريقه اللي درت لهاد العجينه ديالي. كطلعوها شويه من الجناب وتقبوها شويه من الوسط بالفرشيطه وكنديروا فوق منها لا كريم ديالنا. ها هي واجده. ودابا كندوز من نخليها هكا غترتاح شويه وندوز ناخذ واحد شويه العجينه خليتها نوريكم الطريقه باش غنزوقها. هانتوما البنات كما كتشوفوا العجينه ديالي خليت شويه من الطرطه ديالي. العجينه ديال الطرطه كنفرتتها هكا بشويه بمعلقه ديال سنيده كندردرها فوقها وكنفرتتها. ودابا غنجمعها نديرها في الفريغو تجمد شويه باش تقدر تفرتت ليا هكا جامده. كتفرتت فوق الطرطه ديالي. غنديرها شويه في الفريغو ونرجع نصايب معكم المونك. دابا البنات انا نست في هذا المونك فوق الطرطه ديالي كما كتشوفوا هكا حتى كتعمروها كامله ونزوقوها هكا مزيان. والمونك راه هذا رشي عليه واحد شويه ديال سنيده باش كيولي كيبري، باش كيعطيك داك البريون ديالو صافي. وكتحطيه هكا عليها كامله حتى كتساليها. دابا البنات كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي ها هي ديك كنفرتتها هكا فوق الطرطه ديالنا باش كتعطيك ديك القرمشه. انا راه ما خليتهاش في الفريغو بزاف حيت ما عنديش الوقت. انت خليها في الفريغو حتى كتكرم كتقصح كتجي كتفرتت لك ساهله. هذه كتعطي واحد القرمشه زوينه من الفوق. هاد العجينه بحال اللي كتحمر وكتجي مقرمشه تجي رائعه. هانتوما كما كتشوفوا البنات هاني ساليتها دابا كملتها. غناخذها نديرها في الفران على درجه حراره 180 وكتشعلي عليها غير من التحت حتى كتلقاي دوك الجنيبات تبداي تشوفي الجنيبات بداو كيتحمروا. عاد عاودي شعلي عليها من الفوق حتى كتحمر. ايوا هنا البنات هاد الطارطه ديالنا واجده كما كتشوفوا. خليوها غير تبرد شويه. دردريها شويه بسكر كلاصي وديريها في الثلاجه كتبرد. المهم حتى تبغيها. المهم دابا راه المونغ موجود تبارك الله صلى به هذا وقته. بنادم يستغل هذه الفرصه ويشبع مونغ. ايوا بالصحه والراحه وشهيه طيبه
وما تنسونيش من لي لايك ومن ابوني وفي شي كومونتير زوين شاركوني.